أنا لمّا حد بيمدحني باحس إني مش مستاهلة الكلام ده، وما أصدّقش إن حد ممكن يكون بيمدحني أو معجب بيّا، وممكن أفتكرها تريقة كمان. بص، اللي بتحسيه ده مرتبط بحاجة اسمها تشوهات التفكير سيلف داوت، الشك في النفس. يعني لما يوصلك مدح عقلك بيفسر كأنه مش حقيقي أو تريقة، لأن جواكي صوت داخلي بيقلل منك على طول. غالبا بتكون في تجربة قديمة حصلت لك، زي تعليقات سلبية أو مقارنات بين الناس أو بينك وبين الناس، يعني فبقى في رفض لأي كلمة إيجابية تتقالك. هتلاقي دايما المشكلة في التربية والصدمات اللي أخدناها وإحنا صغيرين. في تمرين بسيط كده ممكن يساعدنا. أولا، كل مرة حد يمدحك حتى لو مش مصدقة، قولي لنفسك أنا هسمح للجملة دي تدخل دماغي وأحطها على جنب بدل ما أرفضها. تاني حاجة، اكتبي المدح ده في ورقة أو في نوتة كده، وبعد أسبوع اقريهم كلهم سوا. لو لقيتي إن المدح ده جه من كذا حتة أو من كذا حد، يبقى أنت كده فعلا والصفة دي فيكي. تالت حاجة، لما بيجي صوت بيقول يمكن بيتريقوا، اسألي نفسك طب ما أنا ممكن يكون بجد، إيه المشكلة؟ لو فعلا عندي الصفة دي تبقى بتاعتي خلاص. وبما إنك عارفة المشكلة، يبقى ناقص تتمرني. صدقوني التمرين فيه الحل.